بتبدأ الحكاية مع توتسون اللي بيحلم إنه بيغني، وبيقوم من الحلم وهو فرحان، وبيقول لصاحبه لودي إنه كان بيحلم إنه بقى مغني كبير. فبيقول له لودي إن ده مش حلم وإنه كابوس، وده لأن توتسون صوته وحش أصلا. لكن توتسون مش بيقتنع بكلامه وبيفضل يغني. وبعدين بيقول للودي إنه هيصطاد سمكة من المرحاض، وده لأنهم عايشين في نفق قطارات تحت الأرض ومفيش جنبهم بحر، فبيصطاد من المرحاض عادي. وفعلا بيصطاد توتسون سمكة وبيفضل محتار ومش عارف يعمل فيها ايه. فبيقول له لودي ان شكلها تعبانة ومحتاجة ترتاح، فبيسيبوها ترتاح في السرير. وفجأة بيسمعوا صوت، فبيقول لودي ان ده اكيد صوت الوحش ذو ال1000 قدم، وده وحش مخيف بيعيش في الانفاق وعنده 1000 قدم ورؤوس كتيرة جدا. وبيقول له ان طوله اكتر من 10 متر، وان اسنانه حادة اكتر من اسنان الاسد، وان حاسة الشم عنده قوية جدا. يعني من الاخر كده وحش شرس جدا. لكن توتسون مش بيصدقه، بيقول له ان مفيش حاجة اسمها الوحش ذو ال1000 قدم، وانه لو موجود مستحيل يعيش في نفق. لكن لودي بيحلف له انه شافه قبل كده. فبيترعب توتسون، خصوصا لما لودي بيقول له ان الوحش المرعب عنده اسنان مخيفة وانهم بالنسبة له وجبة فطار. فبيجري توتسون بسرعة وبيستخبى، وبيكون واضح ان لودي قاصد يخوف توتسون. وبيفضلوا هما الاتنين يغنوا اغنية الوحش المخيف. وبعدها توتسون بيقترح انهم يجيبوا بسكوت للوحش فيرجع في كلامه ما ياكلهمش. وفي الوقت ده بيسمعهم الوحش ذو ال1000 قدم فعلا، وبنشوف انه لطيف ومش عايز يأذيهم وانه عايز يكون صاحبهم. وفي الأثناء دي بتوصل ماجي واللي بتكون مسؤولة القطارات في المحطة، ولودي وتوتسون بيعتقدوا انها الوحش، لكن بعدها بيكتشفوا انها ماجي. وبتقرب منهم ماجي وبتسألهم عن التذاكر بتاعتهم، فبيقولوا لها انهم مش محتاجين تذاكر وانهم عايشين في النفق ده. فبتقول لهم ماجي ان وجودهم في النفق مش قانوني، وبتطلع لهم مذكرة إخلاء وبتعرفهم إن الحكومة قررت إخلاء النفق، وإن قدامهم النهاردة بس علشان يجمعوا حاجتهم. وبتقول لهم الأنفاق للقطارات مش للبشر، وبتسيبهم وبتمشي. وبيفضلوا هما الاتنين زعلانين ومش عارفين يعملوا إيه، وكل ده وبيراقبهم الوحش ذو ال1000 قدم. بعدها بيخرج توتسون ولودي بره النفق، ووقتها لودي بيقول لتوتسون إنهم بقوا مشردين وما عندهمش مكان يروحوه. وبيطلع توتسون صورة ليه وهو مع جده القبطان توسو، وبيقول انه وحشه. وبيسألوا لودي تفتكر جدك القبطان توسو لو كان في نفس موقفنا هيعمل ايه؟ فبيقول له توتسون ان جده كان هيتصرف وما كانش هيسمح للحكومة انها تطرده. وهنا بيقرروا انهم يدوروا على الكنز المفقود، وبالتالي يوصلوا لجده توسو. وبيرجعوا تاني للنفق علشان يدوروا على خريطة الكنز. وساعتها بيلاقوا ماجي في النفق وبتدور وسط حاجتهم، لكنهم مش بياخدوا بالهم من اللي هي بتعمله. ولانهم اغبياء بيقولوا لها انهم جايين يدوروا على خريطة الكنز علشان يوصلوا للجد توسو. ولما بتسألهم ماجي عن الكنز بيقولوا لها ان الكنز عبارة عن حقيبة صخرية فيها جهاز بيقدر يتحكم في سلاح سري، وانهم متأكدين من ان الجد توسو عايش جوه الشنطة دي. ووقتها بتتضح النوايا الخبيثة لماجي، وبنعرف انها بتدور على الخريطة هي كمان. والوحيد اللي بيكون عارف ان ماجي شريرة هو بادجر، وده الزربان اللي عايش معاهم في النفق. وعشان كده اول ما بيشوفها بيستخدم سلاحه الكيميائي وبيطلع ريحة وحشة جدا علشان تهرب. لكن ماجي بتفضل موجودة وبتدور على الخريطة، وفعلا بتلاقيها. واول ما بتفتحها بيقفل المشبك على ايديها، وبيتضح ان ده فخ كان عامله توسو. وبتطير الخريطة من ايديها وبيمسكها لودي وتوتسون، وبيفرحوا جدا لانهم اخيرا لقوا الخريطة. وبنعرف انهم لو مشوا على الطريق المرسوم في الخريطة هيوصلوا للحقيبة الصخرية اللي بيكونوا معتقدين ان القبطان توسو عايش فيها. ووقتها ماجي بتتغاظ لانها معرفتش توصل للخريطة قبلهم، وبتروح بسرعة تبلغ اختها جوردن باللي حصل، وان لودي وتوتسون ما خرجوش من النفق زي ما هي عايزة، وانهم رايحين يدوروا على القبطان توسو. فبتستغرب جوردن وبتقول لاختها ان القبطان عايش في
في النفق. لكن ماجي بتوضح لها الحقيقة وبتقول لها إن القبطان عايش في الحقيبة الصخرية وإن لودي وتودسون رايحين يدوروا عليه، فبتأمرها جوردون إنها تراقبهم، وأول ما يوصلوا للحقيبة الصخرية تبلغها، وهي في نفس الوقت هتسرق قطر وهتجيلهم. لكن ماجي بتخاف لا تفقد شغلها، وده لأنها المسؤولة عن القطارات، بس جوردون بتقول لها إنهم مجرد ما يلاقوا الحقيبة الصخرية اللي جواها الكنز هيبقوا أغنياء ومش هتحتاج للشغل. ومن الناحية التانية لودي وتودسون بيكونوا ماشيين تبع الخريطة، وفجأة بيلاقوا طريقين وبيحتاروا يمشوا في أنهي طريق، فبيقترح لودي إنهم يمشوا زي ما الخريطة بتقول في اتجاه اليمين. بس المشكلة إن تودسون مش بيبقى عارف أنهي إيده اليمين، فبيقول له لودي سهلة، إيدك اليمين هي اللي بتاكل بيها. وبيكملوا في طريقهم لحد ما فجأة بيوصلوا لمكان ضلمة مش موجود على الخريطة، وفجأة بيسمعوا صوت مرعب، لكن بعدها بيتضح إنه صوت جاموسة وخروف عادي يعني. هو كالعادة تودسون علشان يهرب من الموقف بيفضل يغني لهم هو ولودي، فالحيوانات بيفرحوا، وبيفضل لودي وتودسون يضحكوا لأنهم قدروا يضحكوا على الحيوانات. وفجأة بيسمعوا صوت تاني، والمرة دي بيكون صوت موبايل ماجي اللي بتكون ماشية وراهم من غير ما يحسوا، وبيخافوا من الصوت وبيجروا بسرعة لحد ما بيقعوا جوه حفرة، وفجأة بيلاقوا نفسهم قدام الحقيبة الصخرية. ووقتها ماجي بتصور الحقيبة وبتبعت الصورة لأختها، وبنكتشف إن الوحش ذو الألف قدم هو كمان بيراقبهم. وبنشوف إن لودي وتودسون دخلوا الحقيبة الصخرية، وتودسون بيلاقي الخنجر بتاع جده، أما لودي فبيلاقي جهاز غريب وبيحاول يفهم الجهاز ده بتاع إيه وبيعمل إيه. وبيجي تودسون هو كمان ومش بيبقى عارف الجهاز ده بيعمل إيه، فبيفضلوا يدوسوا على كل الزراير بشكل عشوائي لحد ما بيختفوا هما الاتنين. وبنشوف إن تودسون راح القطب الشمالي وبيدور على لودي لكنه مش بيلاقيه، وبيتفاجئ بدب قطب بيطارده. أما بقى لودي فبيروح على جزيرة في نص البحر. وبالنسبة لماجي بيجيلها اتصال من أختها وبتطلب منها إنها تسيطر على الحقيبة الصخرية وتمنعهم ياخدوا أي حاجة منها، فبيسمعها الوحش ذو الألف قدم، وطبعا بيقرر يساعد لودي وتودسون. وبنكمل مع لودي اللي بيدور على تودسون ومش بيلاقيه، وبيقرر إنه يستكشف الجزيرة وبالمرة يسأل عن القبطان توسو. وبيتضح إن السمكة بتشتغل في البار، وبتقوله إن القبطان توسو مدين لهم ب2000 قطعة ذهبية. ومش بس كده، دي كمان بتحكيله إنه سرق الحقيبة الصخرية من حبيبته جوردن ومن بعدها اختفى، وبتوريله فيديو لتوسو وهو بيسرق. فبيتصدم لودي من الكلام اللي بيسمعه، لأن معنى كده إن القبطان مش بطل ولا حاجة زي ما تودسون كان فاكر، لكنه مجرد حرامي. وفي الوقت ده بيرجع تودسون الحقيبة الصخرية من تاني، وبيكون محبوس في قالب تلج، وبتشوفه ماجي ومش بترضى تخرجه، لكن بادجر بيجي وبيفضل يجري وراها لحد ما بتهرب، وبعدها بيدوب التلج لحد ما بيخرج تودسون، وبيفضل يدوس على كل الزراير الموجودة في الجهاز الغريب علشان يخرج لودي، وفعلا بيخرجه. وبيسأله تودسون هل وصل لأي معلومة عن جده، لكن لودي بيخبي عليه اللي عرفه علشان ما يزعلش. بعدها بيخرجوا بره الحقيبة علشان يشموا هوا، وفجأة بيشوفوا قبر عليه صورة توسو، وبيتصدم تودسون لما بيتأكد إن جده مات وإن كل رحلتهم دي كانت على الفاضي. وبعدها بيشوفوا نجمة بتلمع في السماء، فبيقول لودي لتودسون إن جده في السماء، وبيركبوا على سحابة وبيطلعوا للسماء وبيغنوا مع جنيات السحب. وبعدها فعلا بيشوفوا الجد توسو وبيحكوا له على إن الحكومة عايزة تجبرهم إنهم يسيبوا النفق اللي هم عايشين فيه، وبيوروا له الرسالة. وفي اللحظة دي توسو بيقرأ اسم جوردون، وبيعرف إن كل الحوار ده خدعة منها، وده لأنها بتدور على الحقيبة الصخرية. وبيحكي لهم الحقيقة، وهي إنه هو وجوردون زمان كانوا بيحبوا بعض، وكانت جوردون زعيمة القراصنة، وكانوا هما الاتنين بيدوروا على الحقيبة الصخرية وفعلا قدروا يوصلوا لها. لكن وقتها جوردون كانت عايزة تستخدم السلاح السري اللي في الحقيبة وتسيطر على الكوكب، عشان كده اضطر توسو إنه يسرق منها الحقيبة الصخرية ويختفي. وفي نفس الوقت ماجي بتبلغ جوردون إنها مش هتقدر تدخل الحقيبة لأن في أنفد مفترس جوه، وبتعرفها كمان إنها لقت قبر القبطان توسو، فبتقول لها جوردون إن دي خدعة وإن القبطان لسه عايش.
وبتقول لها إنها بتجهز القطر وبتحط فيه أسلحة وبتستعد علشان تهاجم القبطان، وبتطلب منها تفضل مراقبة المكان، وأول ما يظهر توسو تبلغها. ومن الناحية التانية بيقرر توسو إنه يرجع مع توتسون ولودي، لكن بتواجهه مشكلة، وهي إن الجنيات بتمنعه من الخروج، لكنهم بيتفقوا على خطة، وهي إنهم يخرجوا في هدوء والجنيات نايمين. وفعلا بينفذوا الخطة، لكن فجأة حارس البوابة بيصحى وبيشغل جهاز الإنذار وبيخلي كل الجنيات تهاجمهم لحد ما بيقعوا بين السحب. وفي الوقت ده الجهاز بيفضل يطلع صوت غريب وبيسمعوا بادجر، وبيفضل يدوس على الزراير لحد ما بيقدر يرجع توتسون ولودي وتوسو للحقيبة من تاني. ووقتها توتسون بيشكر بادجر لأنه ساعدهم، لكن توسو بيقول لهم ده مش وقته، احنا لازم نوقف جوردون. وبمجرد ما بيخرج بيشوف ماجي وهي بتراقبهم، وأول ما ماجي بتشوفه بتبلغ أختها، وساعتها توسو بيقول لتوتسون ولودي إنهم لازم يتحركوا عن النفق حالا. فلودي وتوتسون بيسألوه هنتحرك ازاي واحنا جوه الحقيبة، وبيفضلوا هما الاتنين يفكروا هيعملوها ازاي. فبيسأل لودي توتسون هي الحقيبة الصخرية دي فيها عجل فنقدر نزقها، بس توتسون بيقول له إنهم ممكن يشيلوها بما إنها حقيبة وكده. وهنا توسو بيتضايق من غبائهم وبيقول لهم يطلعوا يفكروا بره علشان هو عايز يركز. وفي الوقت ده الوحش ذو الألف قدم بيقرر يساعدهم وبيحرك الصخرة في اتجاه النفق. ومن الناحية التانية بنشوف جوردون وهي بتجهز القطر وهو عليه السلاح اللي هتواجه بيه توسو. ووقتها ماجي بتخاف لا تترفد بسبب اللي اختها عملته في القطر، لكن جوردون برضه بتطمنها انهم بمجرد ما يهزموا توسو هياخدوا الكنز ومش هتبقى مضطرة انها تشتغل تاني. وبنكمل مع لودي وتوتسون اللي بيكونوا رايقين خالص وبيغنوا ولا على بالهم جوردون اللي جاية وناوية تخلص عليهم. واخيرا بيوصلوا النفق، ووقتها توسو بيشكر الوحش ذو الألف قدم وبيقول لتوتسون ولودي انه هيوريهم السلاح السري، وبيبدأ يجرب في الجهاز الموجود في الحقيبة الصخرية، وبيقول لهم انهم دلوقتي هيشوفوا اعظم سفينة حربية، لكن الجهاز بيطلع لهم موزة. فبيقول توسو انه هيجرب مرة تانية، وبيفضل الجهاز يطلع في موز. وفجأة بيشوفوا جوردون وهي داخلة عليهم وهي راكبة القطر بتاعها، واول ما توسو بيشوفها بيحاول مرة تانية انه يشغل الجهاز ويطلع السفينة، وفعلا بيقدر يطلع سفينة لكنها بتكون صغيرة جدا، وبتقدر جوردون انها تدمرها بكل سهولة. وبتفضل تتريق عليه وتقول له هو ده سلاحك السري. فبيتصدم توسو وبيعيط قدام المركب بتاعه اللي اتكسر، وبعدين بيسيبهم وهو بيعيط برضه. وفي الوقت ده جوردون بتحاول تسحب الحقيبة الصخرية، اما بقى لودي وتوتسون فبيدخلوا لتوسو وبيحاولوا يقنعوه بانه يخرج ويحارب جوردون. وتوتسون بيفضل يفكروا بالمغامرات اللي عملها زمان، لكن توسو بيقول له انه كان بيكذب عليه، هو ما كانش قرصان ولا حاجة، وانه كان مجرد مساعد عند جوردون. فبيتضايق توتسون من جده وبيقول له انه كذاب وجبان، بس توسو بيكون عايز حفيده يبقى فخور بيه، وعشان كده بيقرر يحارب جوردون. وفعلا بيعملوا خطة سوا علشان يوقفوا جوردون. ومن الناحية التانية ماجي بتطلب من اختها انها تسيبها تمشي بعد ما ساعدتها في تنفيذ خطتها، لكن جوردون مش بترضى تخليها تمشي. وبنرجع تاني عند لودي اللي بيقترح انهم يخرجوا الوحش ذو الألف قدم يمكن يخوف جوردون، لكن توتسون بيختلف معاه وبيقول له انهم لازم يحطوا طعم علشان يلفت نظر جوردون. وبيربطوا لودي والسمكة، وبيطلع بادجر وبيستخدم النبلة وبيفضل يضرب عليها طوب، لكن جوردون بتقدر بكل سهولة انها تضربه، وبيعتقدوا كلهم ان بادجر مات. ووقتها توسو بيحس بالذنب وبيركب فوق الوحش ذو الألف قدم وبيمشي بسرعة في اتجاه جوردون، وبيقدر انه يدمر القطر بتاعها ويفجره. وبكل فخر توسو بيقول لها انت مش هتقدري تهزميني. اما جوردون فبتتحبس في اللي متبقي من حطام القطر بتاعها، وبتطلب من ماجي المساعدة، لكن ماجي بتكون زهقت منها وبتقول لها انت اسوأ اخت في العالم، وبتمشي وبتسيبها. وبيحس توتسون انه فخور بجده، وبيتضح بعدين ان بادجر لسه عايش، فبيفرحوا كلهم لانهم قضوا على الشر. ووقتها لودي بيطلب من توسو انه يبقى جده هو كمان، وبيعيشوا كلهم سعداء في النفق، وكالعادة بيفضلوا يغنوا كلهم. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.